في فرق بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين المحاسبة. أنا لا أحاسب أحدا، أنا أدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن الذي أمرني بذلك هو الله عز وجل. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في آية أخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبالتالي أنا أدعو إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني دعانا إلى الحوار، ودعانا إلى كلمة سواء بيننا وبينه اللي هي كلمة التوحيد. فأنا أدعو إلى الله عز وجل هنا، مش أحاسب. نعم، الذي يحاسب هو الله سبحانه وتعالى. وين مشكلتك في أن أدعو؟ مش عندك أنت في دينك الكرازة؟ مش عندك اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها؟ بولس مش كان يكرز بالإنجيل؟ مش القساوسة عندك يحاولون تنصير المسلمين في قنواتهم وفي بلدانهم وفي بلداننا كذلك؟ لماذا تذهبون إلى أفريقيا لتدعوا إلى النصرانية؟ ولماذا تذهبون إلى شمال أفريقيا؟ ولماذا تذهبون إلى بلاد الشام وتحاولون التنصير هناك وتستغلون البلدان التي فيها حروب والتي فيها مشاكل سياسية؟ يعني أنتم كذلك عندكم الكرازة اللي هي الدعوة يعني بالمصطلح الإسلامي. لكن لما نحن ندعو إلى الله عز وجل ونرد عليكم من دينكم ونفحمكم من دينكم، عندها ستقولون لا، اللي بيحاسب الله سبحانه وتعالى. ما نحن عارفين أن الله عز وجل هو الذي يحاسب. ومن قال لك أن نحن نحاسب؟ نحن ندعو إلى الله عز وجل، ندعوك ونقيم عليك الحجة. إذا آمنت اللهم بارك، إذا ما آمنت لا إكراه في الدين، ولكن في حساب عند الله عز وجل على شركك وكفرك. بس هذا هو الأمر ببساطة. تفضل افتح الصوت يا... اوكي. ذيك مرة طلع معك واحد قال لك الحمد لله، قلت له انت مسلم، يعني هلا انا مسيحي وبقول الحمد لله، يعني كفرت انا شيء اذا بقول الحمد لله؟ الحمد لله على يعني ماذا؟ على كل شيء، على كل شيء، طيب على اي شيء. طيب تفضل. تمام. أنت بتحمد من الثلاثة؟ ما أنت ما تعبدش واحد، أنت بتعبد ثلاثة يا حبيبي. أنت لو كنت نصرانيا حقا أنت تعبد ثلاثة، مش بتعبد واحد. ألو، سمعت ولا لا؟ لا معك شيخ. انا بالدين مو كثير قوي، انا سألت السؤال بس وشكرا لاستماعك، بس بالدين مني قوي، يعني بالدين مني قوي، يعني انا بالدين مني قوي، بس يعني انا يا هلا بقول عزيزي، انا مسيحي. عفوا يا شيخ، عفوا. انا هلا مسيحي بقول الحمد لله، يعني بقول يا الله. يعني شو بنظرك انت هذه يا الله؟ يا حبيبي هذه متعلمها من المسلمين أنت. لكن في دينك ما فيش هذا الكلام. أنت في دينك عندك ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. أنت عندك في دينك إله من إله. أنت عندك في دينك قال الرب لربي. أنت عندك في دينك أمطر الرب نارا من السماء من الرب. يعني أنت عندك عدة أرباب في دينك. أنت عندك الآب والابن والروح القدس، كل واحد يختلف عن الآخر، كل واحد شخص، ثلاثة أقانيم، كل واحد منهم شخص. أقنوم يعني شخص يعني أقنوم. كل واحد عنده ذات. أنت بتعبد ثلاثة، أنت بتعبد إلهين بيجلسوا جنب بعضهم، كما جاء في سفر المزامير 110: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. وبحسب تفاسير النصارى اثنين بيتحدثوا مع بعضهم: الرب الأول اللي هو الآب، والرب الثاني اللي هو الابن، بيتكلموا مع بعضهم، بيجلسوا عن يمين بعضهم. وعندك في قانون الإيمان إله من إله. إله من إله كم إله؟ اثنين. فأنت تعبد عدة آلهة. طبعا أنت الآن تقول أنا أقول يا الله وأقول الحمد لله. أنت متعلم هذه المصطلحات كلها من المسلمين، لأنك تعيش في مجتمع إسلامي، والمجتمع الإسلامي له فضل عليك في أن علمك هذه المصطلحات يا عزيزي. لو أنت لا تعيش في لو أنت لا تعيش في مجتمع إسلامي ما كنت ستتعلم هذه المصطلحات، ما كنتش حتتعلمها. وين في كتابك كلمة الحمد لله؟ وين هذه في كتابك؟ طلع لي نص في كتابك يقول الحمد لله. وين هذه؟ طلع لي في كتابك نص يقول ما شاء الله. كل هذه الأذكار هذه كلها متعلمينها من المصطلحات إسلامية، متعلمينها من المجتمع الإسلامي. أثر فيكم المجتمع الإسلامي، جيرانك المسلمين، زملائك في العمل وكذا، أثروا فيك. بس هذا هو كل ما في الأمر. أنا نصيحتي إليك
نصيحتي وانا إليك. بفتخر، انا عندي جيران مسلمين بالعراق وبفتخر فيهم، واللي باكل وبشرب معهم وبنام معهم. بس انا اللي مو بالعراق، انا اللي بكندا. أنت شو اسمك معلش؟ ما فيني اعطيك اسمي، بعتذر منك يعني، عفوا ماشي، منك يا شيخ. ما فيش مشكلة، أنت حر، لكن فقط لنناديك به. يا عزيزي، نصيحتي إليك، والله نصيحة شخص مشفق عليك ويريد لك الخير: أنقذ نفسك من النار. ما دمت على النصرانية فأنت على شفا حفرة من النار إذا مت على ذلك. إذا مت على ذلك فاعلم أنك على شفا حفرة من النار. ستدخل النار إذا مت على هذا الدين، لأنه دين شركي. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في صحيح مسلم: لا يسمع بي في هذه الأمة، من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنصيحتي إليك: أنقذ نفسك. نحن حين ندعوك إلى الإسلام لا ندعوك إلى أن تكره لا ندعوك إلى أن تكره المسيح عيسى عليه السلام، بالعكس، المسيح عيسى عليه السلام جزء من إيمان المسلم، مذكور في القرآن، مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه طهرها الله سبحانه وتعالى على نساء العالمين في وقتها. عندنا سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة مريم. نحن لسنا أعداء للمسيح عيسى عليه السلام ولأمه، إنما نحن نريد إنقاذك من الفكر الوثني الشركي التي علمته لك الكنيسة، والتي تزعم أنها متبعة للمسيح عيسى عليه السلام، والمسيح عيسى عليه السلام بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام. فلذلك نصيحتي إليك: أنقذ نفسك وأدرك نفسك قبل فوات الأوان. فأنت لديك فرصة عظيمة الآن، الأنفاس ما زالت تخرج وتدخل، ما زال عندك شهيق وزفير، إذا ما زالت الفرصة أمامك، لكن لا تدري متى ستتوقف هذه الأنفاس. فإذا توقفت ووقفت بين يدي الله عز وجل وأنت على هذه العقيدة النصرانية الشركية كنت من أصحاب النار، وعندها لن تستطيع أن تخرج نفسك ولن تستطيع أن تنقذ نفسك. أنت الآن ممكن تنقذ نفسك أنك تنزل من القسط تذهب، لكن حين تقف بين يدي الله عز وجل لا يوجد شيء سينقذك إلا إيمانك بالإسلام الذي اختاره الله دينا له وعملك الصالح. هذه نصيحتي إليك. جزاك الله خيرا يا أخ محمد. تفضل يا انا اول ما طلعت قلت لك رب العالمين هو بيحاسب. اذا نعم. انا بنظر فهو رب العالمين بيحاسب. انا ما بعرف اذا بدي اروح على النار ولا على الجنه، ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف. لا تعرف، لا تعرف. لا، لما ما حدا الله بيعرف. سبحانه وتعالى، لا يا حبيبي، تعرف الله سبحانه وتعالى أرسل لك دينا وأنزل كتبا بين لك فيها ما هو مصير الكافر وما هو مصير المؤمن. بين لك، أنت الذي تريد أن تعمي بصرك وبصيرتك ولا تريد أن تقرأ. لا، الله سبحانه وتعالى قال لك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أخبرك، لكنك أنت الذي لا تريد، أنت الذي تكفر، أنت الذي تتهرب من ذلك. لا، ما تقول الله سبحانه وتعالى، أو ما تقول ما أدري، لا تدري. الله عز وجل أقام عليك الحجة. أنت تؤمن بهذا الكتاب اللي هو كتابك الذي تسميه الكتاب المقدس، وهو كتاب محرف واضح التحريف لمن يقرأه ويفتحه مباشرة يجد التحريف يصرخ فيه من بعيد. وأنزل لك الله سبحانه وتعالى كتابا عظيما موثوقا فيه سند متصل عظيم في كل تفاصيله، وهو القرآن الكريم، وأعطاك من الأدلة والبراهين على أن هذا الكتاب من عند الله، وأرسل لك خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ومعه البراهين والأدلة على أنه رسول من عند الله. لكنك أنت الذي لا تريد يا عزيزي. أنا كما قلت لك، أنت لن تضرني بشيء إذا ما أسلمت، لن تضرني بشيء، هذا كله لصالحك أنت. أنا أدعوك لتنقذ نفسك، إن لم تستجب اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، فقد أقيمت عليك الحجة. فحين تقف يوم القيامة لا تقل يا الله لم تخبرني، يا الله لم تقم علي الحجة،
لأن الله عز وجل سيقول لك أن هنالك عبد من عباده اسمه زنخر الله في بث مباشر أقام عليك الحجة ودعاك إلى التوحيد وحذرك من الشرك، وقلت لا أريد يا الله، فعندها ستدخل النار بحق وبعدل لا بظلم، لأنها قد أقيمت عليك الحجة عندها. طيب يا شيخ، شكرا لك على استماعك لإلي. أهلا وسهلا. متشكرك كثير. إذا عندك أي سؤال عن الإسلام لا لا الباب لا مفتوح. انا ما بالدين مو قوي بالدين، يعني ما عند بالدين مو قوي، لا بالاسلام ولا بالمسيحيه، مو قوي، يعني بقول لك مو قوي بكذب عليك. ما عندي سؤال. طيب أنت يعني تحتمل نار جهنم يا أستاذ؟ شو هو؟ تقدر على نار جهنم؟ ما حدا بيقدر على نار جهنم، بس ما طيب حدا بيعرف لماذا؟ اذا بده يروح على نار جميل. جهنم. الله عز وجل أخبرك من الذي سيذهب إلى النار ومن الذي سيذهب إلى الجنة، أخبرك حتى في كتابك. على فكرة حتى في كتابك يسوع المسيح يقول في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 والعدد 3: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كلام واضح جدا. يعني يسوع المسيح علم أن ما فيش إلا إله واحد حقيقي وأنه رسول لهذا الإله، وهذا ما يؤمن به كل مسلم. لكن روح اسأل الكنيسة حاليا: لا لا لا، الحياة الأبدية تكون بالخلاص بأنك تؤمن أن يسوع المسيح مات على الصليب 3 أيام ثم قام من بعد الأموات وتجسد في شكل إنسان ليغفر خطيئة آدم التي تورثها البشر، ولأن الرب لم يقدر أن يغفر خطيئة آدم بكلمة فتجسد في شكل إنسان وضرب وصعق وفعل به ما فعل على الصليب، ثم مات ثم قبر ثم دفن ثم بعد ذلك قام من الأموات. هذا كله الفيلم الهندي هذا كله عشان تدخل للملكوت وفقا لعقيدة الكنيسة النصرانية. المسيح عليه السلام في كتابك في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 والعدد 3 بعبارة بسيطة جدا: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوني أني أنا مت على الصليب، أن يعرفوني أني أنا تجسدت في شكل إنسان، أن يقولوا عني أنا ابن الله. إيش إذن؟ وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك، كان يشير بعينيه إلى السماء، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. والله لو عقل النصارى كلمة وحدك لأسلموا كلهم. وحدك هنا أداة حصر أن الإله الحقيقي هو الله، ثم بعد ذلك قال ويسوع المسيح الذي أرسلته. هي باختصار أشهد أن لا إله إلا الله وأن المسيح رسول الله. هذا ما يقوله كل مسلم على وجه الأرض. يعني نحن حتى بشهادة كتابك نحن رايحين للجنة إن شاء الله، بشهادة كتابك، لأن هذا ما نؤمن به نحن أصلا. يعني إذا قلت لي اتبع كلام المسيح، أو كلام المسيح يقول لك أنك تؤمن بالإله الواحد الحقيقي وحده، وتؤمن به أنه هو المسيح أنه رسول. افتح إنجيل يوحنا إصحاح 17 من العدد الأول إلى العدد 3. شكرا يا شيخ، شكرا يا شيخ. هلا انا لان بالشغل فاستاذن منك. نسأل الله أن يهديك وأن يشرح صدرك.